رانا في موسم لي ساندويتش والماكله الخفيفه والبنينه، وحبيت نكتر لكم من هاد الوصفات على خاطر رايحين تحتاجوهم كي تخرجوا تحوسوا ولا تروحوا للبحر. اليوم جبت لكم كوكا جزائريه بدون عجينه مورقه، تجيكم خفيفه وهذيك لاباط تجيكم مقرمشه مع واحد الحشو بنين يقتل. ما نطولش عليكم، تبعوا معايا الوصفه. نبداو بالحشو. هنا رحيت زوج كعبات طماطم، زدت لهم زوج ورقات رند، ملح، فلفل كحل والفلفل عكري، وعندي شوي فيونداشي وبصل، ملح، فلفل كحل، خليتهم يتقلاو. ورحت للعجينه اللي حطيت فيها بول ونص تاع فرينه وشويه تاع ملح، مغرف صغيره تاع خميره ونص باكيت تاع خميره تاع الكاطو، وواحد 150 غرام تاع مارغرين. حليتهم الكل مع بعضهم، زدت لهم عظمه، زدت حليتها مليح في هذيك الفرينه ولميتها بالماء يكون دافي حتى تحصلت على عجينه تكون طريه. قسمتها لجزء اجزاء، حليت الجزء الاول بشرط تكون رقيقه خلاص، وتقبتها هكا شويه بالفرشيطه بعد ما نحيت لها الحواشي. حطيت لها هذيك لاصوص طوماط، لا فيونداشي والفرomاج بالفوق، وزدت حليت الجزء الثاني من العجينه وحليته رقيق كما قاعدين تشوفوا، وقفلت به الكوكا. قسمتها كما قاعدين نشوفوا، دهنتها بصفار البيض شويه سينوج من الفوق، وطيبتها على درجه حراره 180 درجه وشهيه طيبه.